دي مكونات أكلتنا النهاردة اللي هو الكشري. عبارة عن شعرية، وعبارة عن طماطم، وعبارة عن مكرونة تحمير، وعبارة عن رز، وعبارة عن عدس بجبة وحمص شام، وعبارة عن توم، وعبارة عن بصل، وطبعا وزيت وخل وكمون وملح. وهنشوف الطريقة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة الكشري بطريقة جديدة. أول حاجة طبعا بنجهزها البصل بتاعنا عشان يبقى مقرمش وكويس. أولا بنقطعه تقطيع رفيع زي ما احنا شايفين. بعد كده بنرش عليه شوية ملح وشوية فلفل أسمر عشان يدعم النكهة بتاعته. وبعد كده هندعك بقى ده كله مع بعض عشان يتنكه بطعم الفلفل الأسمر والملح. ونسيبه شوية كده لحد ما البصل ينزل المية بتاعته. بعد ما البصل نزل المية بتاعته نجيب معلقة من المكون ده، على أساس إن هو لو اتضاف البصل هيخلي البصل مقرمش. المعلقة دي عبارة عن معلقة نشا. نحط معلقة كبيرة شوية كده، وبرضو ندعك البصل مع النشا كويس. ونيجي بقى على طاسة بقى حطينا فيها الزيت اهو، ونسيبها تقدح على البوتاجاز. وبعد كده نضيف البصل بتاعنا. خلصنا كل كمية البصل زي ما انتم شايفين كده اهو، ان هي مقرمشة وصوت القرمشة واضح جدا. هنحطها بالمصفى كده اهو، نسيبها لحد ما تنزل الزيت بتاعها كويس قوي. ولما تنزل الزيت كويس قوي بعد كده ممكن ننقلها على مناديل مطبخ، ما فيهاش اي مشكلة، بس بعد ما نتأكد ان كل الزيت بتاعها نزل. ونكمل بقية الخطوات بتاعتنا. الزيت بقى اللي احنا قلينا فيه البصل. طبعا افضل زيت نكمل بيه خطوات الكشري، عشان بيدي نكهه وبيبقى مطعم طعم البصل في اي حاجه هنعملها فيه، هيبقى واخده طعم البصل. احنا بقى الكشري بقى بتاعنا هنبدا نعمل ايه؟ نبدا نحمر المكرونه، اي نوع من انواع المكرونات، بس يعني يفضل ممكن تستخدمي اللي هي مكرونه التحمير. ممكن نوعين منها اللي هو حجمين منها. هنحمرها ونرجع نشوف بقيه الخطوات. ودي كده حمرنا اول جزء في الكشري اللي هو المكرونه. وبعد ما حمرنا المكرونه حطيناها في الحله. هننزل برضو في نفس الطاسه بكميه من الشعريه، برضو نحمرها في نفس الزيت مكان المكرونه، ما فيهاش اي مشكله. ناخد كميه كويسه من الشعريه. عارفين طبعا الكشري كل ما تبقى الرز بشعريه بتاعه كتير كل ما يبقى افضل. هنحمرها في نفس الزيت وفي نفس الطاسه. نحمرهم وبعد كده نرجع تاني. ادي الشعريه برضو
حمرناها في نفس كمية الزيت المتبقي من تحمير البصل ومن تحمير المكرونة لحد ما نوصل للدرجة المطلوبة اهي. تمام كده. وهنحطها برضو في نفس في نفس الحلة اللي فيها المكرونة اللي اتحمرت. حطينا البصلة في الزيت وهنحاول نغمقها عشان خاطر نكمل بقية خطوات الكشري بتاعنا. هنسيبها كده مع نفسها لحد ما توصل لدرجة اكن احنا بنعمل رز الصيادية. وصلنا لدرجة التحمير البصلة بالطريقة دي. هنجيب بقى كمية المية ونسيبها تغلي مع نفسها كده. هنحط المية طبعا على حسب كمية الرز اللي احنا هنستخدمها، ونعمل حساب ان عندنا المكرونة وعندنا الشعرية نيين لسه ما استووش، فهنعمل حساب ان كمية المية تكفي لتسوية الرز والمكرونة والشعرية. واحنا عندنا الرز طبعا نقعينه، غسلناه ونقعناه 5 دقايق، ممكن ننقعه ممكن ما ننقعهوش ونصفيه. هنا لما المية غليت ومية البصل خدت اللون الغامق ضفنا العدسة والجبة، وهضيف الرز وهضيف المكرونة اللي حمرناها والشعرية واقلب بقى المقدار كويس. واظبط بقى ملحي والكمون بتاعي واحط فيه شويه فلفل اسمر، واول لما يغلوا زي تسويه الرز العاديه اظبط بقى ملحي وحاجتي، وبعد كده وازود عقد الميه، وبعد كده نشوف الشكل النهائي. وهنحط هنا العدس ابو جبه عشان يتسلق. هنحط شويه ميه ونحط العدس ابو جبه ونضيف عليه شويه كمون، ولما يدخل في التسويه هنحط فيه شويه ملح يا دوبك يتسلق. هنا هضيف الثوم عشان اعمل الصلصه بتاعت الكشري. هنحط الثوم كده اهو، كميه ثوم كويسه، نديها تشويحه كده اهو لحد ما الثومه ما تغمقش، يا دوبك تصفر او تلون معانا. كده بدأت التومه تلون معانا. اروح حاطين شويه كزبره وبعد كده نطشها بشويه خل
وبعد كده هنزل بالصلصة ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها، وهنحط معلقة سكر عشان الحموضة بتاعت الصلصة. طريقة عمل الشطة الزيت بتاعت الكشري: هنجيب الزيت ونقدحه كويس قوي، وبعد كده هنحط كمية شطة عليه، كمية شطة كويسة يعني، ونقلبهم على النار كده لحد ما يبدأوا ان هما ايه ياخدوا درجة تسوية في الزيت نفسه. ادي كده الشطة قعدت تغلي في الزيت كويس، بس يعني ما نسيبهاش كتير، يا دوبك شوية كده 5 دقايق او دقيقتين 3 عشان ما تبقاش بقى. ونضيف لها بقى معلقة صلصة اللي احنا عاملينها بتاعت الكشري، يا دوبك تتحط كده وتاخد يا دوبك تقليبة، وخلاص كده الشطة الزيت بتاعتنا دي جاهزة. وادي الشطة الزيت بعد ما غرفناها وصبيناها في طبق التقديم. عشان نعمل الدقة بتاعت الكشري محتاجين كوباية مية، ومحتاجين محتاجين ملح وفلفل اسمر وكمون وتوم وليمون. هنخلط كل المكونات دي مع المية على البارد كله، عشان ما تحسش ان الدقة فيها يعني بتسبب لك حرقان شوية او حموضة. وهنضيف شوية خل، وهنضيف برضو شوية خل، ودي شكل الدقة النهائي من غير ما نستخدم بوتاجاز ولا نار. ايه، والطعم مظبوط 100% زي بتاعة المحلات بالظبط. وادي سفرتنا النهاردة، وادي الشكل النهائي للكشري بتاعنا، وبألف هنا والشفا للي هياكل.